طبعا كله بيتفرج عليها دلوقتي مستغرب المنظر ده، واللي بيتفرج عليها من زمان عارف مدى كرهي للشيء ده ومدى كرهي لفكره ان اي حد يوصل لسن 18 هنا في تكساس وبالاخص في كل امريكا عموما يقدر يجيب السلاح ده لو وصل لسن 18 سنه. السلاح اللي في ايدي ده هو AR-15، اما السلاح الاسود ده فده HK-416-22. طبعا انا ما بفهمش اي حاجه في الاسلحه، ولكن اللي ورا الكاميرا هو اللي هو صاحب اساسا الاسلحه اللي انتوا شايفينها دي هو اللي قايل لي كل الاسماء. والمعلم انتوليف النهارده عازمني ان احنا نروح الشوتنج رينج، وده زي مكان تقدر من خلاله انك تتمرن على الشوتنج وتقدر انك تستخدم السلاح بتاعك والكلام ده كله. فهنروح النهارده، لكن قبل ما نروح محتاجين الاول نجيب طلق، لان زي ما انتم شايفين دي الطلق الوحيده الموجوده معانا دلوقتي، فهنحتاج نجيب شويه طلق حلوين عشان بعديها نروح ونستخدم الاسلحه اللي انتم شايفينها دي. فيلا بينا. يلا بينا نروح على الستور، ومعايا المعلم انتوليف. ده لما احتاج اي حاجه في موضوع السلاح هو بجيله على طول، اول ما حد بيصور اي حاجه عن موضوع السلاح مستر انتوليف is the only one that I go with. فيلا بينا. المحل زي ما انتم شايفين هو محل كبير متخصص في الاوت دور كله، اللي هو الحاجات الشوتينج، الحاجات الخاصه بالصيد، كل الحاجات دي. اعتقد ان المحل ده هو المتخصص في كل الحاجات دي. انتم شايفين الدخله عامله ازاي، تحس انك داخل محل صيد. ثانك يو. المحل يا جدعان الستايل بتاعه غريب جدا، انتوا واخدين بالكم؟ تحس انك داخل تصطاد. Yeah, my first time, bro. I don't know what the hell is that. So where's the bullet section? Yeah. اعتقد دي حاجات الصيد كلها اللي هو البحري. ده البايسون اللي كان هينقرض ولكن اهتمت بيه. بصراحه ربنا ما بفهمش حاجه في الجانز، ولكن الفيديو بتاعنا سبونسر من المعلم انتوليف. الطلق هو اللي هيجيبها، الاسلحه بتاعته اللي احنا نستخدمها، وجوه الشوتنج رينج هو اللي يدفع حق الدنيا. فمعانا سبونسر جديد وهو مستر انتوليف. So which one we're gonna get? Which one? This one? يبقى ده اللي هنجيبه. How many bullets in that? في جوه 200 طلقة. And how much? That is the price? يا لهوي. $100 for 200 bullets. طيب احنا هنجيب دي، وبيقول ان احنا عايزين كمان دي. So this one too? For 16? Okay, how much is it? دي رخيصة، دي حلوة. ده تمام. احنا كده جبنا الطلق، ولو عايزين اعمل فيديو لوحده عن الشوب ده اصلا لوحده لانه كبير جدا، فعرفوني في الكومنتس لو كده هبقى اعمل فيديو مخصوص نيجي ناخد جوله بقى ونشوف الاسعار ونشوف الدنيا. ولكن احنا دلوقتي جبنا الطرق اللي احنا عايزينها. معلم انتوليف هيروح يحاسب ونطلع على الشوتنج رينج نبدا بقى ضرب نار. احنا وصلنا المكان، واكيد انتوا عارفين المكان ده لانه ظهر في فيديو قبل كده بتاع السلاح في امريكا لما خدنا جوله، لان جوه في جميع انواع الاسلحه، وده يعتبر محل للاسلحه. يعني جوه ممكن تشتري سلاح والكلام ده كله. المعلم انتوليف اهو شايل الاسلحه على ظهره، تحس انه شايل هم ورا ظهره، ولكن فعلا الاسلحه دي تقيله. فتعالوا نخش جوه ونشوف ايه الدنيا. شايفين ده المكان من جوه، ولو عايزين تشوفوه كامل موجود الفيديو على القناه عندي. خدنا جوله في كل اللي فيه، ولكن احنا دلوقتي محتاجين نعمل حاجه، وهي ان احنا هنتفرج على فيديو للسيفتي ده بتشوفه قبل ما تخش، وبعد كده هنروح هناك عشان نخش على الرينج تشيكن، وده المكان اللي من خلاله نقدر ان احنا نخش جوه بقى ونبدا نشوف الدنيا. احنا خلصنا نشوف الفيديو، ودلوقتي هنتجه على المكان ده. الاسعار اللي شايفينها دي اسعار لو انت هتأجر الاسلحه من عندهم، ولكن احنا معانا الاسلحه بتاعتنا فمش هتكلفنا كتير. ودي شكل الاسلحه اللي انت بتأجرها، ودي اسلحه آلية يعني سلاح آلي بمعنى اصح. وفي بقى جميع الانواع بقى AR-15 معرفش AKM، كل حاجه انت عايزها انت تنقي وهو يقول لك على السعر وتستخدمه. دي اسلحه حروب يا جدعان، ودي الرينجز اللي جوه اللي احنا هنخشها كمان شويه. احنا خلصنا دلوقتي، والمفروض كل واحد مننا ياخد 2 تارجتس زي ما انتم شايفين. فانا محتاج اخد 2، واحده من دي وواحده من نوع تاني. which one is better bro? For me, I want to get this one. Yeah, let me get that one too. هنا بقى لو انت عايز تنشن على البني ادم يبقى احنا خدنا واحده من دي وواحده من دي. باذن الله انا هجيب الاكس دي. زي ما انتم شايفين فلازم تجيب نظاره عشان عينك، والسماعه دي عشان تلبسها. حرفيا بالسماعات اللي انا لابسها دي انا مش سامع اي حاجه والله. سامعين الصوت يا جماعه؟ انا اترشيت. شايفين ده الشكل من جوه، واللين بتاعنا احنا لين 2، فده هيبقى. انتوا سامعين الصوت اللي انا سامعه؟ نهار اسود، انا مش متعود على الحاجات دي يا جدعان والله. نحط دي هنا ونحط اول واحد زي ما انتم شايفين. انا بلح هنا فانا ما اعرفش حاجه. المفروض ان هو بيعلق التارجت ده هنا، لما هو كده علق وداس هنا على بتختار انت الديستنس اللي تبعد، وهو بعدها للمسافه دي بس. فانت عندك خيارات ان ممكن تبعدها 3 يارد 5 يارد 7 يارد 10 15 20 25 على حسب بتاعتك. ودي الاسلحه زي ما انتم شايفين جاهزه. شايفين دي حجم الطلقه بتاعت AR-15 بتاع اللي هو ده، اما الطلقه الصغيره بتاعت HK اللي هو ده. I think I'll get that. اعتقد ان انا هضرب الصغير ده الاول. شايفين هو بيلقم كل حاجه، بيحط فيها كل الطرق عشان نبدا نستخدمه. انا هسيبه هو يجرب الاول لان انا ما اعرفش اي حاجه. نقف الوقفه دي
too low. يا ابن اللعيبة. شوفوا جابها فين بالظبط. جاب 4 هنا، واحدة هنا. Oh, you got one next to the end. And he got one here. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. واو. شايفين انا جبت واحدة في الدماغ، جبت واحدة هنا، جبت واحدة بره خالص، واعتقد جبت 2 3 حوالين الاكس. هو طبعا اللي جاب الاكس دي، لكن انا جبت اعتقد دي وكذا واحدة هنا. الموضوع مرعب، انا قلبي يعمل كده والله، بس عشان اول مرة ولكن اتعود. شايفين عبيتها على الاخر وهو بيعبي الكبير، وده هنستخدمه كمان شوية، ولكن انا عايز اتمرن شوية على دي الاول قبل ما ابدا استخدم الطلقة الكبيرة دي اللي شبه طلقة قناصة. شايفين كل واحد جايب اسلحته وبيتمرن، وده الراجل اللي بيقف يراقب الدنيا لو حصل حاجة هو اللي بيتدخل، وطبعا معاه مسدس في جنبه وكل حاجة. المفروض ندخل دي اللي انا اتعلمته. تاني حاجة السيف ده كده يبقى جاهزة، بعدين تجهز. كتف وجعني ايه ده؟ تمام، احنا خلصنا الصغير ده على الكبير الاي ار 15 بالحاجات والطلق الكبيره اللي انتوا شايفينها دي. شايفين دي الطلقه بتاعت الاي ار وبتعمل ضرر اكبر. شايفين احنا بهدلنا الراجل، دماغه اتفرتكت ومن عند قلبه هنا صدره اتبهدل زي ما انتم شايفين. اعتقد ده انا وده انا برضه اللي بعيد، ولكن في المجمل كبدايه والله حلو. جبت في النص كتير وجبنا على الدماغ كتير. دلوقتي حطينا واحده جديده وهنستخدم الاي ار 15 جاي معاها الريد، حاجه فانسي يعني. شايفين المعلم ده معاه سنايبر. شوفوا ابن اللعيبه جابهم كلهم في النص ازاي. واو. طب احنا اخترنا ساعه بالنسبه للاي ار زي ما انتم شايفين المسافه هناك اهي. يلا بينا. انا عملت كل ده في الدماغ والحمد لله لحد دلوقتي مفيش اي مس. كبدايه حلوه، حاجه ممتازه الصراحه. انا هجرب مره كمان، ممكن اقول هنحط تارجت جديد ونقول مثلا نشوف في الدماغ ونشوف هنعمل ايه. هجيب هنا في الحته، فخلينا نجرب. شايفين 1 2 3 4 5 6 ولكن مفيش حاجة على الاكس. حلو بالنسبة لي، حلو. دلوقتي المعلم انتوليف هيستخدم دي اللي في النص وعلى مسافة ويتشر على 15 ابعد مني، فهنشوف ايه الدنيا. وهيستخدم الاي ار 15 اللي هو ده. شايفين هو جاب دول كويس جدا بالنسبه ل تمت بالنجاح. والصراحه يعني التجربه اقول لكم بره. بصوا صراحه ربنا التجربه كانت لطيفه، مش حلوه ولا وحشه. التجربه كانت لطيفه بالنسبه لي، والاداء اللي انا اديته في اول مره امسك سلاح في حياتي. انا عارف ان انا كنت واقف غلط، عارف ماسكه السلاح غلط، مش عارف اتمكن قوي، مش ماسكه كويس قوي، ما اعرفش تفاصيل السلاح، ولكن كاداء واحد اول مره في حياته يمسك سلاح الموضوع كان مقبول. وانتوا عارفين ان في ناس حرفيا بتدفع فلوس الافات الدولارات عشان ياخدوا ليسنس يتعلموا فيه ازاي يمسكوا سلاح، ازاي يتمرسوا وياخدوا اللايسنس وياخدوا الرخصه. لكن انا بالنسبه لي انا بلح، انا رايح كده على الله ماسك السلاح وبضرب في اي حاجه. فكاداء حلو يعني. انتوا شايفين هنا احنا هنا انا دول اول مره فلازم احفظهم للذكرى.
يعني ده كان اول واحد. انا جبت هنا شويه، الوحيده اللي ضربت كانت بره هنا، في واحده اهي، وجبت هنا. فكأداء واحد اول مره يمسك سلاح يعرف يجيب بالنشان كل ده، فكان حاجه ممتازه. اما بالنسبه لتاني مره فزي ما انتم شايفين احنا ما جبناش اي حاجه بره. هو طبعا انتوا ليف متمرس ولكن انا بلح، ولكن برضه جبت شويه هنا وجبت شويه هنا، ما جبتش بره، فكان في اداء حلو واداء احسن. اما بالنسبه لاخر واحده فزي ما انتم شايفين انا لعبت على دي بس، ولعبت على اللي تحت دي، ولكن اوريكم دي الاول. انا ما جبتش اي حاجه بره، جبت واحده على ال9، جبت واحده قريبه من الاكس شويه، وجبت الشويه اللي انتم شايفين دول، يعني حتى ما قربتش لل7. فبدايه حلوه. فاكيد وصلت لكم الفكره كبدايه كليه كعمر، بدايه كانت مقبوله. وعايز اقول لكم كمان ان الموضوع موتر في الاندور فاسيلتي اللي هو المبنى الداخلي ده، لان الصوت المبنى مقفول، فالصوت انت بتسمع رجه كانك في الحرب، كانك لما قاعد بتحارب وعمال تضرب وسامع كل حاجه بتضرب حواليك، لانك مش انت الوحيد اللي بتضرب نار، لا في ناس جنبك وباسلحه اكتر. ده انا في واحد كان جنبي اكيد ظهر لكم، كان معاه سنايبر، كان ناصر كده وبيضرب حاجات غريبه انا اول مره اشوفها في حياتي. فالصوت كان عامل برده مؤثر ان انا مش عارف امسك صح، ده عماله تتهز ومهزوز كده. فانتوا ليف اصلا عزمني بامر الله الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعديه على حسب ما هو يبلغني، هنروح اوت دور فاسيلتي بحيث ان احنا بقى نبقى ايه في الهواء الطلق كده بنضرب نار، فهيبقى احسن ومريح بالنسبه للصوت والكلام ده كله. فلو عايزين نسجل الموضوع ده عرفوني في الكومنت تحت، لو كده نعمل فيديو تاني بقى بس في الاوت دور ونشوف هل الاداء اتحسن شويه ولا ايه الدنيا. عايز صراحه ربنا اشكر انتوني، شكرا جدا ليك ان انت هو اللي اتكفل صراحه بحق التارجت، هو اللي اتكفل بحق ايجار المكان اللي احنا كنا فيه، هو اللي اتكفل بحق الطلق زي ما انتم شفتوا والاسلحه اساسا بتاعته. فانا حرفيا في الفيديو ده ما دفعتش دولار واحد، هو اللي اتكفل بكل حاجه. فحابب اشكره جدا جدا. ثانك يو انتو ليف اجين. بس عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك لانه هيفيد الفيديو جدا وبيفيد القناه عموما. ولو مش مشترك في القناه اشترك حالا، قربنا نوصل ل 40000 او 45000 اعتقد. وعلى الفيسبوك كذلك قربنا نوصل ل 100000. فتاكد ان انت على الفيسبوك اعمل لايك للفيديو وخش على الصفحه من جوه اعمل فولو واعمل لايك للبيج. لو انت على اليوتيوب كذلك اعمل اشتراك ودوس على زر التنبيهات عشان اي فيديو جديد انا انزله على طول يبعت لك، مش لازم تقعد تدور ولازم تدور والكلام ده كله، لا هو هيبعت لك يقول لك عمر ايمن نازل فيديو جديد. فلو انت عايز تشوفه روح دايس عليه وتخش تتفرج. وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك واعمل لايك. اعمل لايك. رحت عند الشاذلي لبسني اديداس والنايك. الاوفر سايز اوفر سايز كله متاح.